السلام عليكم، أنا فاطمة طالبة في أولى بكالوريا، وده اليوم التاني من التحدي بتاعنا وهو تحدي لم المتراكم في 6 أيام فقط. طبعا اللي متفرجش على الجزء الأول من التحدي يروح يتفرج عليه بعد ما يتفرج على الفيديو ده عشان تعملوا معانا التحدي من الأول وتشوفوا النصايح اللي أنا عملتها لكم في اليوم الأول من التحدي. طبعا النهاردة اليوم التاني زي ما قلت لكم، والنهاردة عندنا مذاكرة ساينس وعندنا مذاكرة تاريخ. طبعا زي ما أنا قلت لكم في الفيديو اللي فات اللي أنا قسمت المواد عندي للمواد السهلة والمواد الصعبة، وكل يوم باخد مادة سهلة مع مادة صعبة عشان أعمل توازن ما بين الاتنين. هنا أول حاجة أنا بدأت اللي أنا أسمع محاضرة الساينس بتاعتي، بسمع على يوتيوب. يا جماعة عادي جدا، زي ما قلت لكم يوتيوب مصدر حلو جدا للمذاكرة، ولو دورتوا كتير هتلاقوا كل ما تدوروا في يوتيوب هتلاقوا مدرسين حلوين جدا وشرحهم تحفة. وبحس ان احنا ناخد دروسنا اونلاين بجد احسن من السنتر بكتير، لانكم هتوفروا الوقت اللي هتضيعوه في المواصلات والشارع، وبحسها ان انتوا احسن قاعدين في بيتكم مرتاحين. لو الجو وحش، لو الدنيا حارة والدنيا برد، انتوا قاعدين في بيتكم مرتاحين بتسمعوا محاضرتكم من اوضتكم، مش مضطرين انكم تنزلوا وتركبوا مواصلات وتضيعوا وقتكم عشان يعني ايه تذاكروا. بس برضو زي ما الاونلاين يعني ليه مميزات، فهو برضو ليه شوية عيوب، ان انت ممكن يعني لو انتوا اشخاص مش منضبطين ممكن تراكموا، وده اللي بيحصل مع اغلب الناس، وده المشكلة اللي بتواجه اغلب الناس في المذاكرة الاونلاين. فانا ان شاء الله هقول لكم في فيديو النهاردة ازاي تنظموا المذاكرة الاونلاين عشان تستفادوا منها باقصى استفادة ممكنة. اول حاجة هي انكم اول ما المحاضرة تنزل على طول تسمعوها. لو طبعا انتوا مشتركين في منصات على طول، يعني النهارده مثلا محاضرة العربي بتنزل يوم الخميس، انا لازم اخلصها كلها يوم الخميس، بالكتير جدا يوم الجمعة. اتعاملوا معاها انها تخلص في الوقت ده اكنها درس بتنزلوا له. ممكن كمان تقولوا لاهاليكم على ان مثلا عندي محاضرة يوم الخميس، اجبروني لا انا اتفرج عليها، لان مثلا خلي مامتك او باباك يفكرك دايما ان انت عندك محاضرة لازم تخلصها النهارده. تمام، دي الحاجة الاولانية. الحاجة التانية هي انكم بقى لو بتسمعوا على يوتيوب تعملوا ايه، ان انتوا دايما تنزلوا الدروس بتاعتكم على طول، نزلوها على الموبايل، عشان لو انتوا مثلا مش في البيت، في الشارع، راجعين من المدرسة، راجعين من درس، راجعين من مشوار، تسمعوها وانتوا في الطريق، هيوفر عليكم وقت. وبرضو اول ما بيبقاش مثلا لو ما عندكمش نت مثلا او النت قطع من عندكم، يبقى برضو الدرس موجود عندكم وتسمعوه وما يتراكمش عليكم. فهم دول النقطتين المهمين. وبرضو لو في يوتيوب المدرس اللي انتوا بتسمعوا معاه مثلا بطل ينزل او اتاخر في التنزيل، دوروا على مدرس تاني واسمعوا معاه، ما تستنوهوش لحد ما هو ينزل. بجد هتلاقوا مدرسين كتيرة جدا غيره، ولو دورتوا ممكن تلاقوا مدرسين كمان شرحهم احسن او مثلا بيدوا تفاصيل اكتر. فانا برضو هعمل لكم كده بوست، هكتب لكم بوست اكتب لكم فيه كل المدرسين اللي انا بسمع معاهم على يوتيوب، في بقى في كل المواد، في الانجليش وفي العربي وفي الفلسفة وفي كله. ان شاء الله هعمل لكم البوست ده، بس انتوا فكروني عشان انا بنسى يعني ايه الكلام ده، زنوا عليا في الكومنتات عشان اكتب لكم. ده يا جماعة بالنسبة لطريقتي في تنظيم المذاكرة الأونلاين. عايزاكم تمشوا على النصيحتين دول، وإن شاء الله أوعدكم إن مش هيتراكم عليكم أي محاضرات تاني أونلاين. لأن على فكرة يعني الأحسن من اللي احنا نلم المتراكم اللي احنا نتعلم اللي احنا ما نراكمش أصلا. المراكمة دي بتيجي منين؟ من اللي أنا في دروس كتيرة قوي ما ذاكرتهاش، اللي أنا جيت مسكت التليفون، اللي أنا جيت في يوم ما ماليش نفس أذاكر فأنا مش هذاكر. انتوا ما تتعاملوش مع المذاكرة على إنها بالنفس، أنا النهاردة ليا نفس هذاكر هقوم أذاكر، ملياش خلاص أنا ما عنديش نفس مش هذاكر. لا، المذاكرة دي واجب عليكم، انتوا لازم تعملوها كل يوم بجد. لو ذاكرتوا صفحة واحدة، لو ذاكرتوا صفحة واحدة كل يوم هتفرق معاكم جدا. يعني انتوا لازم تحطوا يعني لنفسكم ان انتوا ما ينفعش يعدي يوم من غير ما تذاكروا، لازم تذاكروا حتى لو حاجة بسيطة. لو مش هتذاكروا يبقى هراجع على القديم، انما اليوم بتاعي ما يعديش كده هباء منصورة وما عملتش اي حاجة فيه، وفي الاخر تتفاجئوا ان انتوا وراكم حاجات قد كده ما ذاكرتش ونسيتوا القديم. ليه؟ ما هو بسبب الاهمال بتاعكم. هنا يا جماعة أنا كنت خلاص خلصت سماعة الدرس بتاعي على يوتيوب بتاع الساينس، وبعد كده بذاكر الدرس بالورقة والقلم من الكتاب، بقرأ أنا المعلومات كويس. والأسئلة دي اللي هي بتكون بعد كل فقرة، بتبقى بعد الشرح كده بيكون في كده سؤال اختبار على الجزئية اللي فوقيها اللي اتشرحت قبليها، لازم تحلوا الأسئلة دي مهمة جدا. اللي هي تيست يور سيلف مثلا أو اختبر نفسك، دي مهمة جدا لازم تحلوها، هتفرق جدا في مستواكم وهتثبت لكم الجزئية اللي انتوا ذاكرتوها. يعني هي دي لو انتوا حليتوا السؤال ده واللي حليتوه تمام يبقى تخشوا على الجزئيه اللي بعده، لا ما عرفتوش تحلوا السؤال ده يبقى هتعيدوا على الجزئيه تاني. فبجد اسئله تيست يور سيلف دي مهمه جدا ولازم تحلوها. بعد ما بخلص خلاص مذاكره بنخش على فقره حل الاسئله. وانا في كل فيديو بعيد وازيد وانبه واقول ان حل الاسئله اهم حاجه. يعني انتوا لازم تدوا وقت لحل الاسئله طويل جدا، حلوا بالراحه
اول حاجه اقراوا السؤال كويس، عشان في ناس كتير جدا بتقول انا بذاكر بس ما بعرفش احل. تعملوا ايه لو بتذاكروا ما بتعرفوش تحلوا؟ اعملوا الخطوات اللي هقول لكم عليها دي. اول حاجه اقراوا السؤال للاخر كويس، اقراوه وافهموا هو عايز منكم ايه بالظبط. لو عرفتوا خلصتوا الخطوه دي صح، ان انتوا قراتوا السؤال للاخر، فهمتوا الفكره اللي فيه كويس، وعرفتوا هو طالب منكم ايه، 100% هتحلوا صح. بعد ما قرأتوا السؤال وفهمتوه ما تنزلوش تقرأوا الاختيارات، لا حاولوا تحلوا السؤال من دماغكم بالمعلومات اللي انتم مذاكرينها. تمام، يعني انتوا قرأنا السؤال وفهمناه، انا حليته من دماغي. تمام، ما بصيتش على الاختيارات من تحت. بعد ما الإجابة اللي انا حطيتها دي اكتبوها من فوق كده بالرصاص. انزلوا تحت بقى على الإجابات، لو لقيتوا نفس الإجابة اللي انتوا كاتبينها فوق دي، لو لقيتوا نفس الإجابة اللي انتوا كاتبينها فوق في الاختيارات اختاروها، 100% دي الإجابة الصح، لأن انتوا حلينها من دماغكم. لو انتوا بقى من الناس اللي بتتلخبط ما بين الاختيارات، طب اختار دي ولا اختار دي، طب ما كلهم ينفعوا، لا حلوا بالطريقه دي، انكم تحلوا السؤال الاول من دماغكم وبعد كده بصوا على الاختيارات، لقيتوا الاختيار اللي انتوا حالينه اهلا وسهلا اختاروه. طب لو ما لقيتهوش، لا ابص على الاختيارات واقراهم وابدا استبعد، بس طبعا مش بستبعد كده حادي بادي، لا انا بستبعد الاجابات اللي مش منطقيه، الاجابات اللي مش مرتبطه بالسؤال اصلا، اللي انا ايه بحلل كده كل اجابه فيهم، هل الاجابه دي ليها علاقه بالسؤال؟ لو ليها علاقه خلاص هسيبها، طب لو ملهاش هشيلها. تمام. وبرضو ركزوا في السؤال، لان الاسئله بيبقى مثلا ممكن يسال في جزئيه فرعيه، جزئيه عميقه شويه، فركزوا وانتوا بتحلوا، وان شاء الله الموضوع يجي معاكم. وطبقوا النصيحه دي اللي هي بتاعت انكم تحلوا الاول قبل ما تبصوا في الاختيارات لو الاختيارات الكتير بتلخبطكم. طيب لو لا قدر الله انتوا جيتوا تحلوا وكل الاسئله او اغلب الاسئله وقفت معاكم، انتوا مش عارفين تعملوا ايه ساعتها، وحاسين انكم عايزين تعيطوا والشعور الوحش ده اللي جالنا كلنا، تعملوا ايه؟ اقفلوا الكتاب وروحوا ريحوا اعصابكم ساعه، روحوا ناموا، روحوا كلوا، روحوا اعملوا اي حاجه تسليكم. اهدوا اهدوا وابعدوا عن الكتاب عشان مخكم يستعيد تركيزه ونشاطه تاني. لان بجد في ساعات كتيره جدا احنا بنبقى عارفين الاجابه وعارفين السؤال والسؤال سهل جدا، بس احنا مخنا مش قادر يجيب المعلومه، مش فاكرينها خلاص، او احنا متلخبطين، او مفيش تركيز دلوقتي. فانا اعمل ايه؟ اروح قافله الكتاب واروح قايمه، لان انا طول ما انا هقعد كده مهما عملت مش هعرف احل، وهي خلاص طالما قفلت خلاص مش هتتحل. فلازم تاخدوا بريك كده مثلا ساعه نص ساعه، وبعد كده ارجعوا حاولوا تاني، هتلاقوا ان مخكم بقى هدى، وان استعدتوا تركيزكم مره تانية وهتعرفوا تحلوا. وانا دايما بحب ان اخلي مثلا كده فاصل زمني ما بين اللي انا ذاكرت وما بين اللي انا ابدا احل، حوالي مثلا ايه تلت ساعه نص ساعه كده، بقوم اتحرك فيها اكل فيها حاجه، او اساعد مع ماما في شغل البيت وكده، وبعد ذلك ارجع احل الاسئله. يعني ما تذاكروش وتحلوا دايركت، خلوا فيه فاصل برضو صغير، لان الفاصل ده برضو ايه عشان تختبروا هل انتوا هتنسوا المعلومات بسرعه ولا لا. لان انتوا او النص اول ما احنا يعني احنا لسه مذاكرين وهنحل على طول دلوقتي، فالمعلومه لسه فريش في مخكم، انتوا اكيد هتبقوا فاكرينها. انما اول ما تسيبوا مثلا فاصل زمني كده تلت ساعه 10 دقايق وتعملوا انشطه تانية، ممكن تكون ايه هبدا اول ما اجي هحل هشوف بقى انا هنسى الاجابات اللي انا ذاكرتها، هنسى المعلومات اللي انا ذاكرتها ولا لا، ولا انا ما نسيتهاش. فبرضو اعملوا النصيحه دي، وان شاء الله ان شاء الله هتعرفوا تحلوا كل الاسئله صح. وعادي يا جماعه لو وقف معاكم سؤال او سؤالين مش ازمه، او لو بتغلطوا كلنا بنغلط، يعني انا بغلط وكل الناس بتغلط، مفيش حد ما بيغلطش، مفيش حد على طول بيقفل، مفيش حد دايما بيجيب درجات عاليه. مهما شفتوا على السوشيال ميديا ان الناس بتقول لكم ان هي دايما درجات عاليه وان هي دايما بتقفل وان هي شاطره قد ايه، لا عادي انا بغلط وانتوا بتغلطوا، زي كلنا مشاكلنا واحده، احنا هنا عشان نساعد بعض، اللي احنا نحل المشاكل بتاعتنا مع بعض ونحفز بعض، مش عشان انا اقول لكم اللي انا اشطر منكم واللي انا بذاكر او اللي انا بقفل، لا انا عادي بغلط جدا زيكم وبتعلم من غلطاتي، وباجي اشارك معاكم الحاجات اللي انا اتعلمتها عشان انتوا كمان تستفادوا. هنا بقى انا كنت خلاص خلصت الساينس وبدات اللي انا اذاكر التاريخ، بدات اسمع محاضره التاريخ. يا جماعه انا في ناس كتير سالتني وانا بسمع مع مين التاريخ، هي اسمها قناه القيصر في التاريخ، بس انا مش عارفه اسم المستر ايه، فانا برضو هكتب لكم في البوست اسم المستر، لان بجد شرحه حلو جدا جدا. انا كنت بسمع في الاول مع ميس تانية، يعني قلت لكم اسمها كتير قبل كده، بس صراحه المستر ده شرحه تحفه تحفه جدا، وبيقول الاستنتاجات وبيهتم جدا بموضوع الاستنتاجات ده، واللي انا ما كنتش واخده بالي منه من اول السنه. يعني انا تقريبا ذاكرت الوحده الاولى دي كلها، كنت انا مثلا بستنتج كده من مخي، لكن المستر بيطلع معانا الاستنتاجات وانا بكتبها وراه، فبجد شرحه خطير خطير خطير. دلوقتي بقى بعد ما خلصت برضو بعمل نفس الخطوات اللي عملتها في الساينس بعملها في التاريخ، اللي انا ببدا اذاكر كده من الكتاب. وعلى فكره المذاكره بالورقه والقلم دي خطيره جدا، ولو انتم من الناس اللي هي بتنسى المعلومات بالطريقه دي مش هتنسوا ان شاء الله، وهتفضلوا فاكرين المعلومات لاطول فتره ممكنه. انا عايزه اقول لكم ان انا اسفه يعني لو بتكلم بسرعه، لان انا بجد يعني انا عايزه اخلص تسجيل الفيديو عشان انا ورايا حاجات تانية عايزه اروح اعملها.
فبجد يعني الوضع مأساوي، بس الحمد لله طالما الدنيا ماشية وبنحاول نخلّص يبقى تمام. عايزة أقول لكم إن برضه ما يبقاش دايمًا إن مش كل الأيام هتبقى إنتاجية، ومش كل الأيام هتبقى محفّزة، مش في كل الأيام أنتم هيبقى عندكم الmood والطاقة الرهيبة إن أنتم تذاكروا كل حاجة وتلمّوا المتراكم، وإن أنتم في التحدي كل يوم هيبقى عندكم شغف إن أنتم تذاكروا. لأ عادي جدًا، كلنا بنيجي فترة نفقد الشغف، بس في الفترة دي اللي إحنا نعمل فيها إيه، اللي إحنا بقى ما نفضلش بقى مستسلمين كده للاكتئاب 6، 7 أيام. لأ، أنا هاعمل إيه، أنا خلاص أنا هارتاح شوية، هارتاح مثلًا النهارده، هاخلّي النهارده يوم free، هاريّح نفسي من المذاكرة، واريّح نفسي من التليفون، واريّح نفسي من الأجهزة، واريّح نفسي من كل حاجة، أعمل أي activity أنا باحبه، أتكلم مع أصحابي اللي أنا باحبهم. لو تعرفوا تخرجوا مع أصحابكم بجد بتبقى حاجة حلوة جدًا، اخرجوا مع عيلتكم، روحوا شوفوا مثلًا جدتكم وجدكم، الحاجات دي هتغيّر الmood بتاعكم. وبعد كده شوفوا لكم مثلًا فيديو تحفيزي، مش شرط يعني عندي، عند أي حد تاني أو روتين تحفيزي، افصلوا وارجعوا تاني اشتغلوا وحفّزوا نفسكم عشان برضه ما تراكموش جامد. هنا يا جماعة أنا هادّيكم كده شوية نصايح حلوة عشان تذاكروا التاريخ، زي ما اديتكم في الساينس هادّيكم برضه في التاريخ. وأنتم بتذاكروا التاريخ تعملوا إيه، تركّزوا مع كل ملك والإنجازات بتاعته. إحنا عندنا هنا العصر الدولة الفرعونية كلّها بقى، الحضارة الفرعونية، كل ملك بقى تعرفوا هو الإنجازات اللي عملها إيه، تهتموا جدًا بالعواصم، مين نقل العاصمة في العصر بتاعه كانت زي ما هي والّا اتنقلت، هل بنى عاصمة جديدة. أهم الإنجازات بتاعته كانت مثلًا في مثلًا زي مثلًا في الملك حورمحب، ده كان بيهتم بالسلطة التشريعية. طيب في مثلًا حد كان بيهتم بالتجارة الداخلية، في ناس كانت بتهتم بالتجارة الخارجية. فاعرفوا كل ملك كان بيهتم بإيه بالضبط، وإيه أهم الإنجازات بتاعته، واحفظوها كويس. ومش شرط بقى إنكم تحفظوها إن أنتم تفضلوا بقى ماسكين الكراسة أو قصدي الكتاب وماشيين بقى في البيت، قام الملك مش عارفة إيه بعمل كذا وكذا وكذا. لأ، أنتم اقعدوا كده في مكان هاديين. أهم حاجة المذاكرة عايزة جو هادئ يعني. مش عارفة لو عندكم أخ أو أخت صغير ربنا يعاونكم بجد، لأن بيعملوا دوشة. بس انتوا ايه، حاولوا انكم تذاكروا شوية الصبح بدري أو تذاكروا بالليل. بس ما تسهروش جامد، يعني اخركم الساعة 12 او كده. شوفوا لكم اي مكان هادي في البيت واقعدوا مع نفسكم كده ساعتين ركزوا فيهم، وابعدوا الموبايل عنكم تماما، بالله عليكم ابعدوا التليفون. لان انا واحده من الناس ان انا او حاطه الموبايل جنبي، انا مثلا داخله في مسابقه مثلا او حاجه، فاي جالي اي نوتيفيكيشن عن المسابقه دي هقوم اشوف هم قالوا ايه، هشوف مثلا صحابي في حاجه هيحكوها لي، فهروح اشوف ايه اللي حصل. فابعدوا الموبايل عنكم زي ما قلت لكم، عشان بجد الخطوة دي هتفرق معاكم جدا. وعايزاكم يا جماعة تطبقوا كل النصايح اللي قلت لكم عليها، وتكتبوا لي برضو في الكومنتس انتوا بدأتوا معانا التحدي ولا لأ. ولو ما بدأتوش ابدأوا من النهاردة بعد ما تخلصوا تتفرجوا على الفيديو، روحوا ابدأوا. وطبعا عايزاكم تعملوا لايك للفيديو وتعملوا له شير مع اصحابكم علشان يستفادوا هما كمان. وعايزاكم توصلوا الفيديو ده ل1000 لايك عشان اتأكد ان التحدي ده عاجبكم واستمر في التنزيل. وطبعا لو عندكم اي سؤال سيبوهولي في الكومنتس، ولو دي اول مره تشوفوني ياريت تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديو بنزله. واستنوني في فيديو جديد. باي.